بقى انا والله كتر الكلام وجع دماغ مش ناقصه قرف. قال كل على الترنج، خدي فلوس وهاتي لاخوك الترنج. هنجيب. شفتي ماما امبارح خليل صعب عليا قوي. خليل ده انا مش عارفه اعمل في نفسه ليه كده يا بنتي. صعب عليا قوي، ورشا بتطلع ترنج جوزها وانا بطلع ترنج جوزي. تصدقي كنت هقول لماما نجيب له واحد. ما انا كده هجيب له ان شاء الله. انا حسيت طالما الهانم فلوس يجيب. معهوش فلوس ايه؟ بقول لك الهانم نازله طالعه جايبه هدوم العيد هي وعيالها. شفتيش انت جايبه ايه وجايبه العيال ايه؟ دي جايبه كل عيل طقمين. انا ما شفتش، انا بقالي كام يوم ما بشوفهاش. دي جايبه كل عيل طقمين. كل عيل طقمين؟ ايوه. وجايبه لنفسها يا حبيبتي. طب كانت على الاقل جابت لجوزها ترنج. بشوفش امبارح هي ما لهفته وهو بتجيبلوش بيسالنا. حتى شراب. انا قلت لرشا تجيب له الترنج اللي عجبني اللي جايبه لجوزها، قلت لها هاتي لاخوك زيه. طب ما هشيلها انا قبل ما بجيب للعيال ده انا بجيب لجوزي الاول. مش حريم ازاي بعضها يا بنتي؟ في حريم همها على نفسها، لكن جوزها ده اخر حاجه، مع ان هو اللي بيديها الفلوس. هو اصلا بصراحه مش حريم العيال ولا حريمها من والله حاجة. انا فكرت اساسا ان هو ما معوش فلوس. انا قلت كده. امال بتجيب منين؟ هو بيستخسر في نفسه. هو اللي مستخسر فعلا. مرضوش يا بنتي ما هو مش قادر. قلت له بكام؟ ما رضوش يجي. يقول لي لا 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 خلاص بلاش. ايوه اصل مش غالي الترنج، كان سعره كويس. انا ما اعرفش، انا لقيته بيقول كده قلت يمكن ما معهوش فلوس. حتى رحت قلت لمصطفى اخوك باين عليه معهوش فلوس، نبقى نجيب له ترنج. اقول لماما ونجيب له ترنج. بصي والنبي راح قال لي لا ده بيبقى معاه، بس هو اللي بيستخسر طول عمره كده، بيستخسر في نفسه. ما تكلميها يا بنتي، قولي لها حمل لبسي جوزك زي الشباب ما بتلبس. ليه كل همك نفسك وعيالك؟ لا تزعل مني، انا مالي، انت ام وانت تكلميه. كلميها انت سلفتك. ايوه بس تزعل مني. لا ماما انت اللي عايزه تكلميها كلميها. اكلمها اقول لها هاتي لابني. على الاقل انت انا كلمتي تقف في الزور، بس تقولي كلمه رشا، بس كلمتي تقف في الزور في ساعتها. يا اختي كان عليا انا هجيب لابني ومش عايزه من وشها حاجه، خليها تشبع. انت هاتي له وقولي له، انت قولي له ما تستخسرش في نفسك. قلت له يقول لي عيالي اولى. ايوه عيالك اولى، خلاص طقم كفاياهم وهو يجيب. قومي افتحي. شوفي مين بقى عشان مش قادره. تعبت يا بنتي، تعبت والله. كل سنه على نفس النظام، كل سنه على كده. ايوه. السلام عليكم. غدا يا ماما غاده. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا غاده؟ ايه زوزو عامله ايه؟ بخير الحمد لله. عاملين ايه؟ انت عاملة جايبه ايه يا ماما؟ غاده؟ كنت بجيب حاجه من تحت كده. حاجه ايه يعني؟ انت مش خلصتي حاجاتك؟ انت مش خلصتي لحد امبارح؟ قلتوا جبتوا هدوم العيد كمان. جبناها، جبت للولاد وخلصت وحطيتهم عند ماما. سبت العيال عند ماما عشان خاطر انزل اجيب بقيه حاجتي، وامبارح جبت حاجتي. جبتي ايه يا حبيبتي؟ النهارده جبت عبايه عشان العيد، عشان صلاه العيد. عبايه تاني ليكي؟ للعيد لصلاه العيد. مش طقم. العيد. جبت عبايه عشان اصلي بيها العيد. وشكلها غاليه. بصي جايبها من مين؟ ب 1800 جنيه. بايه؟ ب 1800 جنيه. ومستخسر في نفسه ترنج ب 500 جنيه. يا ماما الحقي. هو مين اللي مستخسر في نفسه ترنج؟ ترنج؟ ما خليل ترنج معاكي ينزل يصلي العيد بيه غدا ولا قفطان حتى من اللي بينزلوا. الفلوس ما كفتش والله يا زوزو. اخر فلوس اللي جبت بيها العبايه. يعني هو لحد عنده ما كفتش يا هي غدا. وقفت على خليل. ما هي اخر فلوس. هو انا ماليش دعوه. في ايه يعني؟ في هدوم العيد. في العيد يا حبيبتي. هو زي ما الرجاله كل واحده بتجيب بتجيب هدوم في لجوزها. العيد؟ والله هم عيال صغيره. وانت عيله صغيره برضو. ده انت جايبه لا بس انا واحده يعني انا ست، ما ينفعش يعني يجي عليا العيد وبروح عند اهلي وكده يقولوا جوزي ما جابليش عيد. يعني انا اخويا بقى اللي عادي ما يلبسش بقى ده ما جالوش. اخوكي مش بيرضى يروح في حته كده بيفضل قاعدين معاكم هنا، يفضل نازل طالع هنا عندكم. يا غدا ده كان نفسه في الترنج امبارح ما رضاش يجيب. ترنج ايه يا زوزو اللي كان نفسه فيه؟ احنا كنا جايبين ترنجات لجوازنا وهو جايبين ترنجات لجوازكم ليه؟ عشان خايفين على جوازهم. يلبسوهم كده نضيف قدام الناس اللي بره يروحوا يصلوا بيه. ما هو بيلبس، هو مش بيلبس. جايب عادي هدوم عيد يعني جايب. الناس كلها بتبقى في العيد بتبص لبعضها. طب تلاقيه معاه فلوس يجيب. دي وانا اخويا ما معهوش فلوس يجيب. الفلوس اللي عطاها لنا يا دوبك جبت بيها هدوم العيال وهدومي، واخر حاجه جبت بيها العبايه. عيل طقمين. طب ما هي دي هدوم العيال. ب 1800. ما فكرتيش تجيبي له حتى بنطلون ولا تيشيرت ولا قميص ولا كوتشي جديد؟ هو ما قاليش عايز مش لازم يقول لك عايز. هو اللي انت بتعوزيه بيقول لك خدي، زي ما بيقول لك خدي كده فرحيه باي حاجه تجيبها له. هو ما قاليش عايز يا زوزو. لا يا هو مش هيقول طبعا. طب جيب لي نقطه. هو مش هيقول. انت بترجعي تقولي له الفلوس ما كفتش، هيقول لك ايه؟ لا انا عايز ترنج. طب ما فعلا الفلوس ما كفتش احتياجاتنا وطلباتنا. حد يجيب عبايه بالثمن دوت دلوقتي؟ ليه كده؟ حرام عليكي. طب هعمل ايه؟ طب ما هي الحاجه غاليه. ما تجيبي عبايه حلوه كده ب 700 800 جنيه وهاتي لجوزك الترنج. ده انا نازله اصلي بيها العيد زي ما هو في الشارع. كمان تصلي بيها العيد بيها في البيت. كمان يعني هتصلي بيها وخلاص وتتركن للسنه السنه الجايه بقى هنصلي بيها العيد تاني.
والسنه الجديده تجيب هتجيب واحده جديده، قلت لا دي نزلتي بس السنه اللي فاتت. هو الزوجه في إيه؟ كويسه قبل ما بتفكر في بيتها ولا في عيالها ولا في نفسها، تشوف جوزها اللي جايب لها الجنيه اللي تعبان وشقيان وبيقول لها خدي. هو خليل اشتكالكوا بقى ولا ايه؟ خليل ما بيشتكيش، هو خليل بيشتكي يا عيني. امال انتوا عمالين تقولوا ترنج ومش صعبان ترنج. عليا اخويا. جوزك ما بيشتكيش يا غدا، صراحة ربنا ده امبارح بقى شايفنا واحنا جايبين الترنجات وقال لا لا مش عايز، وخد طب نفسه خلاص ومشى. قال مش عايز اهو، ما هو لو عايز كان جاب. ده انت بارده قوي يا شيخه بجد. ده انا ما شفتش بامانه والله هو العظيم. عايز كان جاب. انت يا بنتي فيكي ايه؟ هو يا ماما مش شاف ترنجات اهو معاهم امبارح؟ شاف وزعلان على نفسه عشان ما عرفش هو يجيب قال لك انا لنفسه. زعلانه على مش نفسي. لازم يقول يعني هو انا هجيب هيقول على لابني. نفسي؟ هو هيقول كده؟ انا والله لما قلت له عايزين فلوس عشان العيد هو بيديني عشان نجيب هدوم العيد. هدوم العيد للكل بقى، مش ليكوا انتوا بس، هو هو الوحيد اللي اصلا لا. مش ما بينزلش معانا، فكده اكيد هو مش عايز. لا حول ولا مش قوة عايز. إلا لا بالله. هيعوز ليه؟ لا هيعوز ليه؟ انت بتتكلمي فين؟ هو عنده هدوم كتير بيلبسها. بجد البنت دي تعبتني قوي. هو في صدقني ماما انا غلطانه اللي حودت عليكم، ده انا قلت احود عليك اشرب معاكم فنجان قهوه ولا حاجه. اتقي الله في جوزك، اتقي الله في جوزك. ما انا متقيه ليه؟ لا مش وأنا متقيه ليه، ده فلوسه وعرقه، مش بتجيبها من عند ابوكي. يعني الفلوس دي بتاعته هو. لو هتجيبي له حتى يا شيخه بنطلون، لو هتجيبي له اي حاجه اسمك فرحتيه. مش كل همك انت ومصلحتك وبيتك وعيالك. والله هو ما طلبش، والله عايز هدوم يقول لي تعالي معايا ننزل نشتري ده هدوم. انت يا أروح بنتي أجيب. جددتي فرش بيتك، جبتي سجاد جديد وجبتي ستاير جديده. طب ما هو مش ده كله في وشه؟ اشمعنى هو الترنج بتاعه مش عارفه تجيبيه؟ وقفت على ده خليل. هو المشكله في الترنج. هو الراجل برضه في وشك، يعني الراجل نفسه لا في ازاي وشك. مش في وشها؟ مش البيت واللبس. الراجل هو الناس لما هيجولي البيت في العيد ولا اهلي هيجولي البيت شفتي البيت؟ هيتفرجوا على خليل ولا هيشوفوا البيت؟ وخليل هيبقى لابس ايه قدام الناس اللي أنا جايه عارفة. له؟ عادي هيلبس ترنج قديم. بنطلون وتيشيرت. الرنج نفسه هو ده داخل في لسه سنتين ما بيلبس. جابش لنفسه قميص حتى جديد. ما يلبس مشي بقى عشان الترنج عنده. عنده ما يجيبش حاجات جديده خلاص، هو عنده ما يجيبش. هو انت اخواتك بيعملوا كده يا غدا؟ عادي بيعمل. عادي. ده يعمل. بيتهيألي أنا اخواتك ما شاء الله، ده انا ما بتدخلش. بشوفهمش لما يجوا عندك حاجات جديده كلها. والله انا ما بتدخلش، تدخليش. فما اعرفش بقى ايه اللي بيحصل. يعني انا عن نفسي ما بتدخلش، ولا بقول لمرات اخويا انت جبتي ولا ما جبتيش. اقعدي بقى ولا مع أخويا مرات جاب اخوك ولا خليها ما تعلمك، يمكن تقول لك حاجه جاب. لا لمصلحتك. ما بقعدش معاه عشان ما بتدخلش في اللي ماليش فيه. يعني احنا اللي بنتدخل بقى. ما احنا اعرفش صعبان علينا بقى. اخونا يعني، بس مش اكتر. انا ما اعرفش بقى، انا والله كتر ما الكلام بتدخلش. وجع دماغ، مش ناقصه قرف. قال كل على الترنج، خدي فلوس وهاتي لاخوك الترنج. هنجيب له ماما. انا مش عارفه هو خليل اشتكى لكم ولا هو في إيه؟ انا مش فاهمه لا، الصراحه. ما اشتكيش حق أبويا. على فكره انا كنت عامله حساب اليوم ده اللي انت بتتكلمي فيه ده، انا عامله حساب، عامله جمعيه لابني ان انا اعمل له، اجيب له لبس العيد كامل ليه هو، عشان عارفه ان انت كل عيد ما بتساليش فيه. هو ابنك ده صغير. هتجيبي هو المصطفى طفل. كمان يا ماما؟ واجيب لمصطفى، ما اجيبش لمصطفى ليه؟ طب خلاص ادام معاكي هاتيله، أجيب هو لهم. على الاقل مساعده برضو وانا لك. عندي غيرهم، ربنا يخليهم لي. هو الصراحه مساعده برضو، المساعده حلوه. مساعده حلوه فعلا. اه. مساعده حلوه. انا كنت نازله، كنت جايه اشرب معاكم كوبايه شاي مطرح اللف، مطرح ما كنت بلف على العربيه. هطلع ما اشربها شفتهاش فوق. وانت جايه ليه في الشارع؟ لا هطلع اشربها فوق. بارده حاجه عملت. ده ايه الهم ده؟ بارده بارده بجد، مرات اخوكوا دي بارده. لا لا بتتكلم هي ببرود خالص. هي مش شايفه العبايه سلفتي، جايباها منين؟ بس بارده في جوزك. لا انت حاجه تانية يا زوزو بجد. لا، لا. انت قبل ما بتجيبي لنفسك ولعيالك بتفكري في جوزك، دي كفايه. كفايه اللي هو شايلنا. عشان كده يا وكل بنتي، نفسنا فيه. عشان كده يا بنتي انا حاطاكي فوق دماغي والله، وبدعي لك في كل اذان. والله شفت البنت تقولي لها ايه، تقولي اصل انا بجيب، اصل هو ما طلبش، اصل هو مش عايز. مش عاجبها اصلا الكلام. تقولي كانت الناس هتيجي تتفرج عليه ولا تتفرج على الشقه؟ لا اتفرجوا على الشقه. ده بقول لك كل ما ويلبس يعجبك القديم. والبس ما يعجب الناس. يعني الناس يوم العيد ده بيشوفوا الناس دي لابسه جديد وده لابس جديد، بيبقوا فرحان. ابني يلبس قديم ليه؟ لا حول هي ولا اول قوه سنه، الا بالله. هي كل سنه على كده. يلا يا بنتي الله يسهل لها، ربنا يهديها. اعمل لكم شيء؟ ماليش نفس. كان حتى الكنافه عندك ولا قطايف هاتي لي اي حته. ماشي. شفتي دي من دي؟ سبحان الله، فرق جامد بين ماما الاثنين. استفزتني ماما استفزاز، ولا العبايه اللي جايباها 1800 جنيه دي. زوزو جايبه عبايه ب 500 جنيه. ايوه وقالت لك لا عيالي اولى وجوزي اولى. ايوه طبعا، امال ايه؟ كل واحد بيفكر في نفسه وبيته وعياله، لكن كل حاجه قال بيت العيال بس وبيته والعيال بس. طب وجوزي اللي بيجيب الفلوس ده مش ايه؟ مشكله، هو اخوك اهبل، اخوك اهبل. بيحبها يا ماما. ما هي دي الوكسه، ما انا عارف ان هو بيحبها، عشان كده اي حاجه هي بتقولها بيقول لها حاضر ونعم. بصي يا ماما، احنا لما يجي نقعد معاه ونكلمه، هتكلمي تقولي ايه؟ لا ما نقول له فوق تتكلمش. لنفسك شويه يا ماما. انت عارفه يا ماما، ده انت هتلاقيه دلوقتي هو اللي بيتصل بيكي. هتكون اشتكيت. هتكون هي بقى اللي اشتكت له. طب هنعمل ايه؟ احنا بقى لما ماما نكلمه ونفهمه ان يفوق بقى نفسه شويه. ولا هيفوق، ده عامله زي ما اكون سحراله. لا ولا سحراله ولا حاجه.
ماشي، اما اشوف اللي فيه الخير يقدمه ربنا، وانا بقى اللي هقف في وشه المره دي وهقول له بعد كده قبل ما تجيب لعيالك ولمراتك هات لي نفسك. صح يا ماما كده. بس زيك زي اي راجل، ايوه. ولا اخوك احسن منك ولا جوز اختك احسن منك. ربنا يهديهم يا ماما يا رب. يا رب يا رب يعدي العيد ده على خير. ان شاء الله.